السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل الله علينا أن جعل لنا مواسم نستكثر فيها من الطاعات والقربات إليه سبحانه وتعالى، ومن هذه المواسم شهر الله المحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم عظيم هو يوم عاشوراء. هذا اليوم العظيم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اليوم العظيم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فيستحب للإنسان يا أحبة أن يصوم هذا اليوم العظيم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع. فيستحب للإنسان أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير يا رب العالمين. قولوا آمين. السلام عليكم.